لكل فريق لاعب موهوب يفتخر به، وفي مانشستر سيتي لديهم فيل فودين. لا تتكلم عن الموهبة وأنت لم تشاهد فيل فودين في أرضية الملعب. اللاعب الذي قال عنه بيب غوارديولا أنه أفضل لاعب موهوب دربته في مسيرتي المهنية بعد ليونيل ميسي طبعا. فودين يقدم أداء رائع هذا الموسم مع مانشستر سيتي حرفيا. لاعب موهوب وفنان يجيد الحلول ويلعب في جميع مراكز الهجوم، شيء جميل. في مركز الجناح يبدع، وفي خط الوسط يمتع، أما في مركز الرقم 10 يسحر، وحتى في مركز المهاجم الوهمي أبدع. باختصار فيل فودين الجوكر الموهوب وابن أكاديمية مانشستر سيتي الحلال، وموهبة يشيد بها الرائع بيب غوارديولا في كل مرة بافتخار. صاحب 23 سنة هو أكثر لاعب تتويجا بالبطولات مع مانشستر سيتي ب16 بطولة. لا أريد أن أدخل في مقارنات، لكن فودين متفوقا على فيدريكو غيزا في الأهداف، ومتساويا في الصناعات ب54 لكل واحد منهما. هنالك فقط تفوق لغيزا في عدد المباريات. فيل فودين لاعب مظلوم إعلاميا ويعمل في صمت. لو كان برازيلي لأخذ التطبيل أكثر لموهبته. لاعب فنان مراوغ سريع، يصنع الأهداف ويسجلها، يفعل كل شيء في هجوم مانشستر سيتي. هذا هو الفتى الذي يحمل التاج في مانشستر سيتي، فيل فودين.